ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده هيكون الجزء الثاني من لو عايز تعرفي انت مين، فهخليها سلسله ان شاء الله، ولسه هفكر لها في اسم. اوكي، بالنسبه للناس اللي كانت متضايقه ان انا بعدل طرحتي كل شويه، اوكي تمام، ظبطنا الدنيا. تاني حاجه الاضاءه، انا الاضاءه دي عجباني جدا بصراحه، هجرب لكم اضاءه تانية وقولوا لي هتعجبكم ولا نفضل على دي. اوكي، او يعني مبحبش الصفرة بصراحة، في البيضة دي حلوة جدا. وممكن طبعا نوطي، نعلي، ممكن نخليها بيضة مصفرة شوية، وممكن نخليها اصفر خالص. اوكي طيب، اوكي خلينا نكمل الفيديو كده، واكتبوا لي بسرعة في الكومنتات الاضاءة دي احلى ولا التانية، عشان بصراحة انا مايلة للتانية اكتر. طبعا انا جبت النوت بوك بتاعتي معايا علشان كاتبة اهم النقط واهم الخطوات اللي هنحتاجها. احنا المرة اللي فاتت او في الفيديو اللي فات قلنا اول واهم خطوة هي انك تقعدي مع نفسك اكتر، تتكلمي مع نفسك، تفكري، وهكذا. تاني خطوة بقى هي انك تبدأي بقى تركزي في اختلاطك مع الناس. يعني انت اول حاجة انت قعدتي مع نفسك، فكرتي في نفسك، فكرتي انت بتحبي ايه، فكرتي ما بتحبيش ايه، فكرتي بتتعاملي ازاي في الموقف ده، فكرتي في كل حاجة. محتاجة تبدأي تشوفي انتي بتتعاملي ازاي مع الناس. هل لما بيكون في تجمع اشخاص بتخافي، بتتوتري؟ فانا هقولك كام سؤال انتي محتاجة تسألي نفسك الاسئلة دي وتجاوبي عليها، علشان تعرفي تفكري كده وتعرفي تجمعي اكبر معلومات عن نفسك، عشان تعرفي تتعاملي معاها بعدين وتحبيها. اول سؤال تسألي لنفسك، هل شكلي حاجة من الحاجات اللي بتخليني، برضو بعد الطرح، هل شكلي حاجة من الحاجات اللي بتخليني مش مرتاحة وانا قاعدة مع الناس؟ هل حاجة وزني مثلا؟ هل حاجة في وشي؟ هل حاجة اقدر اغيرها؟ يعني لو وزني انا ممكن ابدا اظبط اكلي، اروح جيم، اعمل كده، ابدا اظبط الحاجات اللي بتخليني مش مرتاحة. لان خلي بالك، اول ما هتعالجي ان انتي عدم ارتياحك مع الناس، هتبدأي تثقي نفسك، تثقي في نفسك اكتر. ليه؟ لان انتي طول ما انتي مش مرتاحة في قعدتك مع الناس، هتفضلي قاعدة متوترة، تفركي، هما بيتكلموا وانتي بتمسكي تقلبي في موبايلك، معرفش حاجات كده. طول ما انتي واثقة في نفسك وعارفة نفسك وعارفة كل حاجة في شخصيتك، هتبقي قاعدة وحاضرة معاهم وبتتكلمي معاهم وبتتناقشي وبتردي على ده وبتردي على دي. فاهماني؟ فدي يعني خطوة مهمة جدا، ان انتي فيزيكال تكوني واثقة من شكلك وحباه ومتقبلاه. تاني سؤال تسألي نفسك، هل لبسي مش مريح؟ يعني هل انا لابسه حاجه مثلا مفتوحه، فانا المفروض طول الوقت ابقى بقفل فيها؟ هل انا لابسه حاجه ضيقه مثلا مخلياني مش مرتاحه، طول الوقت قاعده بظبط مثلا الطرحه تكون مداريه جسمي شويه؟ فكري. تالت سؤال، هل انا بخاف حد يسالني عن رايي او يدخلوني في الكلام معاهم؟ يعني هل بخاف اتكلم معاهم، بخاف ادي رايي، بخاف اقول وجهة نظري في حاجة؟ هل بخاف مثلا اقول ده فلان عمل كذا كذا لانه كذا؟ هل بخاف اتكلم اصلا؟ رابع سؤال، هل ده بسبب ان انت اصلا انطوائية، ولا دي حاجة كده في شخصيتك وخلاص؟ يعني هل انت اصلا انطوائية فما بتحبيش تتعاملي مع الناس، ولا ايه؟ لان لو انت انطوائيه، ليها برضو طرق تانية ان انت تحلي او تخرجي من انطوائيتك شويه. انا مش عارفه ده رابع ولا خامس سؤال، بس السؤال ده مهم. هل انت اصلا بتخافي تتعاملي مع الناس؟ هل لان بتخافي مثلا تتكلمي في حد يحرجك، حد يقولك حاجه؟ يا جماعه انا هطفي الاضاءه دي عشان مش عاجباني، مالها كده؟ كده حلو. طيب نكمل. هل انت اصلا بتخافي تتكلمي مع الناس؟ يعني هل بتخافي تدي رأيك فحد يحرجك، او حد يسألك على حاجة، او حد يتفه من رأيك، او حد؟
انتي بتخافي من رد فعل الناس على رأيك؟ ده 7 سؤال. المهم السؤال ده مهم، هل انتي اصلا مش مرتاحة مع الناس دول لان هم اصلا مش صحابك؟ يعني هل هم ناس جديدة فانتي متوترة او مش متوترة، مش مرتاحة في القعدة معاهم؟ ممكن يكون لان هم اصلا مش صحابك، يعني انتي مش قريبين من بعض. طب سؤال تاني او تامن، هل انتي لما بتكوني قاعدة مع اصحابك برضه بتكوني مش مرتاحة او متوترة، او قاعدة بتفركي كده خايفة حد يكتشف حاجة فيكي، او في حاجة مش مريحاكي في شكلك مثلا، حاجة مقلقاكي، خايفة انه مثلا مش عارفة ايه، يعلقوا على حاجة فيا؟ هل في حاجة انتي انسكيور فيها؟ كون ان انتي مش مرتاحة مع اصحابك دي فيها حاجتين، يا لان هم اصلا مش المفروض يكونوا صحابك، يعني هم مش مصدر امان ليكي فمش المفروض يكونوا صحابك. تاني حاجة ممكن يكونوا هم كويسين وكل حاجة بس انت فيكي حاجة موتراكي، حاسة نفسك مثلا ان هي احلى منك، حاسة مش غيرة بس انت حاسة نفسك قليلة، اللي هو بصي هي حلوة ازاي، بصي مثلا ملامحها شيك كده وكتكوتة ومنمنمة ولايقة على بعض، جسمها احلى، كلامها احلى، طريقتها احلى، طريقة تفكيرها احلى، وهكذا. يعني بتحسي ان هما افضل منك كشكل او كشخصية. خلي بالك ان المرحلة دي برضو هتاخد منك وقت، وانتي محتاجة علشان تعرفي طريقة اختلاطك بالناس وطريقة تفكيرك وطريقة ردودك على الناس وكل الكلام ده، انتي محتاجة وقت، ومحتاجة تحشري نفسك في اي حاجة فيها تجمع، واجبري نفسك على ده. يعني احشر انا جت في وقت من الاوقات كنت بعالج الحتة دي عندي، فانا فاكرة كان معايا صحابي، كل واحدة من صحابي ليها اهتمامات مختلفة. كانت واحدة معايا من صحابي مثلا بتحب تروح جمعية رسالة والأماكن دي، أي تطوع تروح فيه، فكنت بحشر نفسي معاها. واحدة مثلا لا بتحب تخرج كتير مع أصحابها وأنا أصحابها معرفهمش، فبحشر نفسي معاها يلا. اخواتي كنت بختلط بصحابهم، يلا برضو. فكنت بجبر نفسي ان انا ادخل في كل حاجة. لازم تعملي ده، وهيكون صعب عليكي في الاول بس انت لازم تعملي ده، لان انت خلي بالك انا مش بطلب منك تحشري نفسك علشان تبدأي تحلي ده، قد ما ان انت عشان تكتشفي بالظبط ايه اللي بيخليكي متوترة ومش مرتاحة في وجود ناس حواليكي. بس في الفيديو الجاي ان شاء الله هبدأ اقولك تتعاملي مع كل حاجة اكتشفتيها في نفسك ازاي. استنوا الفيديو اللي جاي، وهعمل لكم بلاي ليست بالفيديو ده والفيديو اللي قبله، واي فيديو هيخص السلسله دي هحطها لكم في بلاي ليست لوحدهم لحد ما افكر في اسم للسلسله دي يعني. وبس كده، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه حتى لو فتفوته صغيره قد كده.